السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخدكم جولة في منزل الجميلة شريهان. ولو بحثنا بين الفنانات عن واحدة تتقن في التمثيل والغناء والرقص، فحتما هذه الصفات ستكون لدى النجمة الجميلة نجمة الفوازير الفنانة شريهان، واللي برغم اختفائها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة إلا إنها ظلت أيقونة الاستعراض والجمال، واللي نتمنى أن تعود لتمتعنا بقصص ليالي ألف ليلة وليلة الساحرة. وشريهان بتلجأ بين فترة وأخرى على حسابها الخاص على مواقع انستجرام لإظهار مدى جمال وفخامة ديكور منزلها الكبير، وبتنشر صور من مختلف الغرف. ومن حوالي سنة شاركت النجمة الجميلة شريهان محبيها بصورة من عيد ميلادها، واللي احتفلت بيه من داخل بيتها، واللي بيقع في منطقة المنصورية. وتعتبر النجمة الجميلة شريهان من أثرياء النجمات في مصر، وكان عيد ميلادها مليء بحضور عائلتها وأصدقائها، وظهرت في اللقطات المنشورة جدران المنزل الكبير المزخرفة ومزينة بأجمل اللوحات، وده فضلا عن السجاد العجمي اللي بيغطي الأرض وبيظهرها بمنظر رائع. وكمان ظهرت الجميلة شريهان من قبل من خلال جلسات تصوير، واللي كانت بتشاركها مع الجمهور في مكان أشبه بقصور الملوك الفخمة، واعتقد البعض أنها متواجدة في أحد منازل أغنياء العالم الفخمة. ولكن اتضح بعد ذلك أن اللقطات المنشورة من قبل شريهان هي من منزلها الخاص، وكانت قد اتخذت وضعيات جميلة من مختلف الزوايا اللي عكست رقي كبير، من حيث الديكور الذهبي الممزوج بالأبيض والنجف الضخم المتدلية من السقف. ويعد منزل الفنانة شريهان هو نسخة من البيوت الفرنسية اللي بنيت في القرن ال19، وقد تم فرشه بأجمل التحف وأغلى قطع الأثاث الكلاسيكي. وقيل إن القصر كان ملكا للنجم الراحل عمر الشريف، وخسره أثناء ممارسة لعبة البوكر، لكن في الحقيقة إن هذا المنزل يعود لأحد بشوات مصر القدامى. ومن خلال اللقطات اللي نشرتها الفنانة شريهان من منزلها، وجدنا لقطات لها مع شبيهتها المصممة المغربية أسماء الزموري، والتي زارت شريهان في منزلها في مصر. وكمان كشفت الصور عن خزانة ملابس كبيرة جدا بتمتلكها الفنانة شريهان. وكان موجود في منزل الفنانة شريهان وجود طاولة الزهر في غرفة الجلوس الخاصة بها، حيث تشاهد نجمة الفوازير الفنانة شريهان وبتتابع كل ما تريده على شاشة التلفزيون. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.